اهلا بيك في الدرس الرابع من كورس HTML للمبتدئين. النهارده هنكمل مع بعض وهناخد القوائم او الليستس. اول حاجه القوائم عندنا نوعين، الاوردرد ليست وعندنا الان اوردرد ليست. كل واحده وليها خصائص معينه، ليكن الاوردرد ليست اللي احنا بننظمها اللي بتبقى منظم فيها زي نظام 1 و2 و3. ليكن هنعمل ده ازاي؟ اول حاجه هنعمل تاج اسمه اوردرد ليست، وبعد كده هنعمل حاجه اسمها list item. في الليست ايتم دي ليكن مثلا هكتب بيتر، نعمل ليست ايتم تاني نسميه مثلا ماي ستور، ونعمل ليست تانية ونسميها مثلا جافا. لو تلاحظ عندنا هنا ان احنا عندنا الاوردر ليست كل واحدة مرقمة. ليه؟ ان احنا حطيناها في ليست ايتم، ودي وظيفة الاوردر ليست ان هي تحط لك تنظم لك المعلومات بترقيم، ليكن 1 2 3. عندنا قائمة تانية اسمها الان اوردرد ليست، دي زيها زي الاوردر ليست بس الفرق بينها ان احنا هنا ما بيبقاش عندنا ترتيب للقوائم. ليكن مثلا هنكتب بيتر، نكتب ماي، ونكتب جافا. لو تلاحظ هنا ان هو مش مرتبة بارقام، مرتبة بنظام نقاط، ودي ليها استخداماتها ودي ليها استخداماتها. طيب لو حبينا نغير نظام الواحد 2 3 نعمل ازاي؟ ممكن نعمل هنا ونكتب تايب، ليكن مثلا عايزين نخليه نظام AB. لو تلاحظ هنا ان هو بدل A1 2 3 بقى ABC. ليكن مثلا عايزين نخليه النظام الروماني، نعمل كده حرف الاي. لو تلاحظ هنا ان هو برضو خلاها بنظام 1 2 3. وطبعا ده ينفع يتطبق على جميع الاوردرد ليست. طب لو احنا حابين مثلا نضيف اوردرد ليست جوه اوردرد ليست نعمل كده ازاي؟ اول حاجه هنحذف ليكن بيتر ونعمل OL تانية. في الاوردرد ليست التانية هنعمل ليكن ليست ايتم ونعمل كده بيتر تاني، ليكن عملنا 3 بيتر. لو تلاحظ هنا ان هو في النظام الطبيعي بدأ 1 2 3، بعد كده كمل بالنظام الروماني اللي هو 1 2. طب عايزين نوحد دول مع بعض نعمل ازاي؟ نعمل كده برضو تايب ونحط حرف الاي عشان نشيل النظام الروماني. كده لو تلاحظ ان هو عمل اوردرد ليست جوه اوردرد ليست كامله. هنا دي ليست ودي جواها ليست كامله. ده كان تعريف بسيط عن القوائم. اتمنى يكون الفيديو افادكم. شكرا لكم، كان معاكم بيتر من قناه بروفيكس، ويلا بينا سلام.